فترة المراجعات في ثانوية عامة ازاي تستغلها صح وما تضيعش مجهود السنة كلها بسبب ان انت مش عارف ازاي تمشي في فترة المراجعة. انا مصطفى باليزيد طالب في كلية الطب، هعمل لكم سلسلة فيديوهات عن ثانوية عامة ومراجعات ثانوية عامة وتعمل ايه في كل مادة، وما تنساش تعمل سبسكرايب للصفحة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن في أقل وقت. بص يا صديقي، انا هتكلم معاك دلوقتي عن فتره المراجعه عموما، تمشي فيها ازاي وتصحى ازاي وتنام ازاي وكل المذاكره هتعملها ازاي وتمشي ازاي والحاجات ديت وتراجع المنهج ولا لا، وكل الحاجات هنتكلم فيها. وان شاء الله هعمل لكم سلسله عن ازاي تراجع كل ماده وازاي تضمن درجات كل ماده. بص يا صديقي، فتره المراجعه ديت حرفيا كنز، هي سنه فوق السنه. هي الناس اللي ما بدأتش طول السنه فتره المراجعه بالنسبه لهم سنه كامله. احنا بالنسبه لنا كل المدرسين كانوا بيقولوا لنا فتره المراجعه ديت سنه كامله، انت بتعمل فيها مجهود كبير جدا وبتعوض فيها حاجات انت طول السنه ما كنتش عملتها. اولا بتحل حاجات مجمعه، وكل الحاجات ديت بتفرق معاك ان انت بتحل شوامل، والحاجات دي هي اصلا اللي بتعودك على نظام الامتحانات. ففترة المراجعة مهمة جدا، هي كنز. مفيش أي حد يقول لك أنا كده كده ضيعت السنة. فترة المراجعة هتفرق معاك، فترة المراجعة فعلا هتفرق معاك وهتفرق في درجاتك كتير جدا، سواء للأحسن أو للأوحش. لو أنت كنت طول السنة بتذاكر وكل حاجة تمام، برضه فترة المراجعة ممكن توقعك. ولو أنت طول السنة كان مستواك مش أحسن حاجة وحابب تحسن نفسك وفعلا ندمان على الفترة اللي أنت ضيعتها وعايز تعوض في الوقت اللي فاضل، فعلا تلحق في فترة المراجعة تعوض حاجات كتير جدا. أول حاجة أنت لازم تبعد كل المشتتات عنك، السوشيال ميديا، التليفون، صحابك اللي بيشتتوك، إن أنت مثلا تروح تلعب معاهم تنزل. اي مشتت لازم تبعده، كده كده دي اول حاجه، اول خطوه تعملها في فتره المراجعه. اي مشتت، اي حاجه بتضيع وقتك تبعدها. واكبر مشتت في حياتك بالنسبه لطالب ثانويه عامه هو التليفون والصحاب. لازم توقف الحاجتين دول. الصحاب اللي بيشدوك للغلط، في صحاب بتشجع بعض ان هي تذاكر عادي، انما لو صاحب مثلا بيضيع وقتك او بتحس ان هو بيضيع وقتك، خلاص لازم توقف فتره المراجعه على الاقل. هتقولي ده صاحبي وكل حاجه، ماشي، انتوا هتفضلوا صحاب وعادي، لكن انت دلوقتي بتتكلم في مستقبلك ومذاكرتك وحياتك كلها. بالنسبه للتليفون، والله التليفون هو اكتر حاجه بتضيع وقت اي حد، سواء انت في ثانويه عامه او في مكان تاني. التليفون دوت حرفيا بيضيع وقتك بشكل انت ما بتحسوش. الاوقات البينيه، الربع ساعه والنص ساعه اللي انت بتقول انا هقعد عليها، بتوصل لخمس ست ساعات. تاني حاجه، وهو اصلا انا دلوقتي هروح اذاكر المنهج كله من الاول، ولا انا دلوقتي في دروس اصلا انا ما كنتش ذاكرتها او حاجات معينه انا ما كنتش ذاكرتها، هل اروح اذاكرها وبعد كده اكمل مع المدرس المراجعه؟ انت دلوقتي كده كده خلاص بدات المراجعه. بص يا صديقي، كده كده معظم المدرسين بتجيب المنهج كله من اوله. خلاص اللي عدى عدى، جيب المنهج مع المدرس. انت دلوقتي المدرس كده كده هيجيب المنهج من اوله مره واتنين وهيقعد يحل عليه. امشي مع المدرس في المراجعه، ما تضيعش فتره المراجعه ان انت بتروح تذاكر الحاجات القديمه. لو نقطه معينه او حته معينه انت عايز تروح تذاكرها من القديم، ماشي، انما ما تروحش تذاكر مثلا المنهج كله من الاول عشان انت ما كنتش ذاكرته. لا، انت خلاص هتمشي مع المدرس، لان المدرس هو ادرى في الوقت وان هو يظبط لك وقتك لو المدرس كان كويس فعلا. ما تروحش تجيب المنهج كله من الاول، او مثلا في حاجات كبيره جدا او باب كامل او حاجات انت ما كنتش ذاكرتها تروح تجيبها من الاول، وانت خلاص المدرس كده كده هيجيب لك المنهج كله من اوله. فانت امشي مع المدرس وابدا فتره مراجعتك عادي وابدا حل. ثالث حاجه، انت في فتره المراجعه لازم تعود نفسك ان انت بتحل اسئله مختلطه ما بين البيبان. انت كنت طول الفتره اللي فاتت بتحل مثلا على الباب الاول لوحده، الباب الثاني لوحده، الباب الثالث لوحده، وهكذا. انت دلوقتي هتحل شوامل، هتحل شوامل. الشوامل بتاسسك ان انت تعرف تحل في الامتحان، ان انت تعرف تربط ما بين الباب والتاني. في اسئله كتير جدا بتربط ما بين كذا باب، ان هو بس سؤال بس جايب كذا باب وبيسالك في كذا حاجه مختلفه بس في نفس السؤال. فانت مخك وطبيعه الانسان هو خلاص متعود ان هو يحل على حاجه معينه، لو جاله سؤال مختلف ممكن يتشتت. فانت دلوقتي هتعود دماغك ان انت بتحل على حاجات مختلفه في نفس الوقت، السؤال الاول عن باب والسؤال التاني على الباب التالت والسؤال التالت على الباب التاني، وهكذا. ان انت بتعود دماغك ان هو يمشي، مش شرط ان هو يمشي في نفس الحاجه، لا، هو هيتعود ان هو يربط ما بين البيبان. فبجد الشوامل، ولا ان انت تحل كتير، حل كتير جدا، حل كتير جدا. اي حاجه قدامك حلها، حتى الجرايد حلها. انا في ثانويه عامه، انا كنت في ثانويه عامه 2023، كانت الجرايد كل يوم اروح اجيب الجرايد واحلها عادي. نيجي بقى لطريقه الحل. انت دلوقتي راجعت الدرس دوت، ما تقعدش في الدرس ساعتين ثلاثه تروح تحل نص ساعه، لا، حل ساعتين ثلاثه وروح راجع لنص ساعه. انت دلوقتي راجعت المراجعه الاوليه وبعد كده هتبدا تحل. السؤال الاول حليته، السؤال التاني حليته، السؤال التالت انا مش فاهمه قوي واتلخبطت فيه، هتبدا تكمل حلك عادي جدا وتخلص عدد الاسئله اللي عليك، السؤال الرابع والخامس والسادس، وتشوف الاسئله اللي وقفت معاك. بعد ما تخلص حل هتروح تراجع الاسئله ديت تاني وتحاول تحلها تاني. هتلاقي مثلا انت كان واقف معاك 10 اسئله، قول حليت منهم 3، حليت منهم 4، واتبقى الباقي انت ما كنتش عارفه. هتشوف الاسئله ديت في انهي جزء في المنهج وتروح تراجع الجزء ده تاني وتحاول تذاكره ان انت تفتكره. فانت كده بتقلل وقت ان انت تقعد تذاكر حاجات كتير جدا انت ممكن تكون عارفها. بالعكس، انت بتثبتها بان انت بتحل عليها الاول، وتلاقي نفسك النقطه اللي انت واقع فيها والضعيف فيها تروح تراجعها. واخر حاجه، مش عايزك تفقد الامل وتقول انا كده كده خلاص انا مستواي مش كويس، انا الناس كلها بتقول لي انت مستواك مش حلو، انا بالنسبه لي كل حاجه ضاعت، انا دلوقتي مستقبلي ضاع. اوعى تفقد الامل. لو معاك ساعه واحده انت تقدر تعمل فيها حاجات كتير جدا. فانت حاول دايما ان انت تعمل كل اللي عليك لحد اخر وقت. انت دلوقتي معاك وقت كتير وتلحق تخلص حاجات كتيرة جدا. اوعى تفقد الامل. بجد ربنا بيكافئ اي حد بيسعى، اي حد بيتعب بياخد على تعبه ومجهوده مكافأة وكرم كبير جدا من ربنا انت عمرك ما هتتخيله.
إمم. وبس كده يا صديقي، استنى الفيديوهات اللي جاية، هانزّل لكم كل يوم فيديو عن ثانوية عامة والمراجعات وتعمل إيه في المواد، واتكلم لكم في كل مادة أنتم عايزين إيه فيها بالضبط، فاكتبوا لي تحت في الcomments أنتم عايزين إيه بالضبط في كل مادة وإيه المشاكل اللي بتواجهكم، وبرضه ما تنسوش تعملوا لي follow على الإنستجرام وfollow على جروب التليجرام، وابعتوا لي فيها أي مشكلة أنتم بتواجهكم، وجروب التليجرام هتلاقي فيها ملخصات لكل حاجة.